اللهم اجعلني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة، واجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهلا وسهلا بكم في قناتي بيتك احلى مع شيمو. النهارده ان شاء الله هنعمل سفرة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد معاكي وقت خالص، يعني ممكن تحتاجي ساعة بس كده قبل الفطار. السفرة دي عبارة عن ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل رز بسمتي، بس هندلعه شوية بشوية حاجات كده بسيطة مختلفة ما عملناش قبل كده مع بعض. وكمان هنعمل دبابيس. الدبابيس دي ممكن تكون فرخة، ممكن تكون وراك، ممكن تكون صدور، المتوفر عندك اعمليه. انا كان عندي دبابيس. الدبابيس دي تبلتها ازاي؟ بصلايه وطماطمايه مفرومين في الكبه، حطيت عليهم معلقه من الزيت، حطيت عليهم علبه زبادي، معلقه صلصه، لو عندك مايونيز مستردة ممكن تحطي، ما عندكيش ممكن تستكفي بس بمعلقه العسل الابيض او الاسود. وبنخلط المكونات دي كلها مع بعض مع البهارات اللي بتحبيها وحابه ان انت تضيفيها ومتوفره عندك. انا بقى كنت مدلعه الفراخ شويه، فكنت حاطه ملح طبعا وفلفل وبهارات فراخ، وحاطه حاجه كده بسيطه من جوز الطيب والزعتر والروزماري، وكمان التوم البودر والبصل البودر. كمان عندنا ايه تاني؟ الرز البسمتي. اول حاجه كده بنقعه في ميه وخل عشان خاطر الحبايه تمسك نفسها وكمان تبقى جامده يعني معايا، ما تتكسرش من النار. وعندي هنا جزر مبشور وبصلايه مبشوره او طماطمايه مبشوره وفلفلايه، والبهارات ملح وفلفل وبهارات دجاج وكركم وكاري، واي حاجه حصى انت بتحبي تضيفيها على الرز ده ضيفيها. عندك حبهان لومي، ورق لوري، قرنفل، حبهان مطحون، الحاجات دي كلها ممكن نضيف منها. وكمان في اللي هو زر الورد، في حاجات كتير قوي حصى ممكن نضيف منها، بتدي طعم حلو قوي للرز البسمتي. اول حاجه كده هبدا بيها، جبت الجريل. طبعا انا الدبابيس دي كنت اصلا متبلاها وحطاها في الفريزر بس ما كنتش مصوراها، فعشان كده لما جيت اطلعها بقى حبيت ان انا اقول لكم على المقادير بتاعتها بالظبط. انا من الناس اللي بحب ان انا اتبل حاجات واشيلها في الفريزر، وقت ما كنت تعبانه او مجهده بطلعها واستخدمها على طول، بتبقى سهله عليا شويه. فانتي ممكن برضو تعملي كده، يبقى تجيبي مثلا فرخه او حاجه وتتبليها، تشيليها في الفريزر، تطلعيها تسيبيها تفك، بتطلعيها تستخدميها على طول، مش بتحتاجي كمان ان انتي تغسلي وتنضفي وتتبلي وتقفي وقت كتير قوي في المطبخ يعني. اول حاجه كده جبت الجريلا عندي او الطاسه او اي حاجه، كمان انت ممكن كمان تعمليها في الفرن، ممكن تدهني صينيه وترصيها فيها كده على ورقه فويل وتدخليها، وممكن تحطيها على الشبكه على في الفرن، وممكن كمان تحطيها في كيس حراري، يعني ليها اكتر من طريقه. انا حبيت ان انا اعملها على الجريل، بدل ما اشغل الفرن كده بديها صدمه من الجنبين على نار عاليه، وبعد كده بهدي النار وسط وبسيبها بقى كده ايه كل شويه ابص عليها واقلبها. طبعا هي دبابيس وفراخ بيضه اساسا فمش بتاخد وقت معاكي كتير. اخدت بقى معايا صدمه من الجنبين كده، فركنتها على العين التانية وهديت عليها النار، وبعد كده قلت بقى ابدا في الرز عشان خاطر يستوي معايا. اول حاجه بقى عملت ايه؟ حطيت زبده، عندك سمنه، عايزه تحطي الاتنين ميكس مع بعض مع زيت اللي يريحك يعني متوفر عندك حطيه. وجبت بقى بصلايه كده مفرومه في الكبه، هديها تتبيله بس مش هخليها تغير لون ولا حاجه، هي بس بتدي طعم كده معايا حلو. هبدا ان انا اشوح فيها لحد ما اللون هيصفر معايا شويه. طبعا في المرحله دي بقى غسلت الرز كويس جدا وصفيته، وعشان خاطر كمان غاليه ميه عشان خاطر ابدا على طول لما استخدم الرز احط كل المكونات على بعضيها. جبت بقى الجزريه المبشوره والطماطمايه وخلطتهم كده، وكمان ده فلفل حراق لو انت حابه تحطي بارد وتقطعيه اللي يريحك. وعندي بقى هنا الرز البسمتي بعد ما غسلته كويس جدا وصفيته، عشان خاطر طبعا الخل بيمسك في الحاجه، فانتي على طول طبعا اغسليه كذا مره. وهنا بقى كل البهارات اللي انا قلت لكم عليها، طبعا الكركم والكاري بيدوا لون وبيدوا طعم، لان هم اصلا كمان بيبقى فيهم الكركم بيبقى كويس قوي للمناعه. اما لو انت عايزه اللون بتاعه بس هتحطي زعفران لو عندك، بس الزعفران بيدي لون فقط ما بيديش طعم ولا ليه اي قيمه غذائيه يعني. تمام. وطبعا سعره اصلا غالي جدا يعني، فاحنا نستخدم الكركم والكاري بيبقى حلوين قوي. هخلط بقى الحاجات دي، وطبعا لازم احط ميه مغليه. كوبايه الرز البسمتي بتاخد كوبايتين ميه، وفي رز بياخد كوبايتين الا ربع، فانتي حطي كوبايتين الا ربع، ولو احتاج بعد كده ممكن تضيفي له شويه بشويه عشان ما يعجنش معاكي. الفراخ هنا عندي بعد ما اتحمرت من الجهتين، انا مش عايزه اغطيها غطاء كامل عشان خاطر ما تبداش تنزل معايا كل البخار وتبقى معايا فراخ مسلوقه مش مشويه، فانا بغطيها زي ما انتوا شايفين كده كده نص تغطيه يعني بس مش اكتر. طبعا هو الغطا بتاع الجريل موجود، بس انا لو غطيت بالغطا بتاع الجريل اللي هيحصل معايا ان هي هتنزل الميه وهتبقى مسلوقه معايا كاني سلقتها بالظبط، ومش هتبقى متحمره كده زي ما انتوا شايفينها.
بعد كده بقى هنا عندي هعمل ايه، هعمل سلطه الروب زبادي. انا بقالي فتره كده يعني بحب اعمل الزبادي بالقشر بتاعها، مش بشيل القشر خالص. لقيت الطعم بتاعها بيبقى حلو كده، انا يعني برمي القشر مش بستفاد بيه، وانا بحب اكلها عادي بيه. فجبت بقى الخيار اللي عندي قطعته كله كده حتت صغيره. ممكن كمان تضربيه في الكبه لو حابه بتحبي تاكليه ناعم خالص يعني، ممكن تعمليه كده. وجبت بقى عندي هنا علبتين من الزبادي، صفيت الميه اللي فيهم، ما خدتش الميه اللي فيهم، وهبدا انزل بيهم كده واخلطهم واحط رشه ملح ورشه فلفل، وكده معايا سلطه حلوه. في كذا سلطات كتير ممكن تتعمل جنب الاكله دي، يعني السلطه الخضراء والسلطه دي، وممكن سلطه الدكوس، الحاجه اللي انت بتحبيها يعني ممكن تستخدميها. سلطه الدكوس عاملينها كتير جدا على القناه، ممكن تلاقوها لو حابينها. هنا بقى الرز معايا بعد ما اتشرب، هبدأ بقى اهدي النار واحطه على الشياطة. هو هنا احتاج معايا شوية مية بسيطة خالص، عشان انا ما كنتش حاطة المية بتاعته كتير، لان صراحة الايام دي يعني ايه انا ما بقيتش بثق في المقادير. يعني لو انا مثلا بستخدم الرز العادي بحط له كوباية مية كوباية رز، لا بقيت بقلل، لان الحاجات دلوقتي الخامات بتاعتها ما بقتش مظبوطة. برضو الرز البسمتي ممكن يكون ما بياخدش مية كتير، فبحب ان انا اقلل المية ولو احتاج اديله، لان انتي لو عجن معاكي مش هتعرفي تعالجيه، لكن لو هو محتاج مية هتعرفي تعالجيه وتحطيله. هنا بقى كان خلاص بقى يعني الاكل ما خدش معايا وقت خالص، بسرعه جدا استوى، يعني ممكن تدخلي المطبخ في ساعه تظبطي الاكله دي كلها. هنا كان الرز خلاص استوى، وكمان الفراخ معايا كانت استوت، ما احتاجتش خالص ان انا احط لها فحم، هي اصلا كان طعمها من غير الفحم جميل جدا. هبدا بقى ان انا ارصها كده، وسلطه الزبادي، وطلعت كمان المخلل الليمون المعصفر والفلفل اللي انا عاملاه. ويا رب تكون الفكره النهارده من السفره عجبتكم، وتقدري ان انتي تطبقيها في اي يوم من الايام، وتكون الوصفه عجبتكم وتكون سهله وبسيطه. ما تنسوش تحطوا لايك تشجيعا منكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اسيبكم في رعايه الله وامنه، مع السلامه.